نزل الجزء الثالث والاخير من مسلسل سكويد جيم او لعبه الحبار، وما غادي يكون حتى شي جزء اخر من هذا المسلسل. ولكن جاتني واحد الفكره اللي غريبه كما الافكار اللي كيجوني ديما ملي كنبغي الناس، وهذه رساله لكم واللي هي اي فكره جاتكم واخا تكون غريبه ديروها، ما تعرف ديك الفكره هي اللي تبدل لكم حياتكم الافضل. المهم الفكره كما قريتوا في العنوان، ماذا لو كانت نسخه مغربيه ديال سكويد جيم، او كيفاش غادي يكون سكويد جيم كون كان مسلسل مغربي. خطوه بخطوه حتى نوصل لكم الفكره كما هي، حيت تعذبت عليها الصراحه وكنتمنى تعجبكم. نبداو اولا بالممثلين. شكون هما الممثلين المغاربه اللي يمكن يلعبوا لنا الادوار ديال سكويد جيم؟ مثلا البطل حسيت هذا الدور غادي يجي اكثر مع رشيد الوالي، بحيث انه حتى هو كيعرف يمثل الدور ديال واحد اللي ضعيف الشخصيه وكيخاف، وهذا غادي نستافدوا منه في الجزء الاول، ويقدر يمثل لنا الدور ديال الصرامه والشخصيه القويه، وهذا غادي ينفعنا في الجزء الثاني والثالث. الدور ديال الرئيس غادي يلعبوا لنا عبد الله ديدان، فايت شفنا ديدان كيلعب الدور ديال الشرير، فكنحس غادي يجي معاه هذا الدور اكثر. ندخل في المعقول. الدور ديال الدريه الحامله مولات الرقم 222 غادي تلعبوا واحده من هاد ثلاثه الممثلات، ساره بيرليس، مجدولين الادريسي، او فاطمه الزهراء الحرج. وكتبان لي الحرج تجي مع الدور اكثر. الا بان لكم بلي هاد الممثلين ماشي هما هادوك، خبروني في التعليقات على الممثلين اللي يناسبوا اكثر هاد الادوار والادوار الجايه على حسب الراي ديالكم. الدور ديال راجلها ولا مع صاحبها رقم 333 غادي يلعبوا واحد من هاد الثلاثه، عمر لطفي، مهدي فولان ولا ربيع السقلي. قولوا لي نتوما اكثر واحد يجي مع هذا الدور. الشارفه وولدها، الشارفه غادي تكون يا راويه يا زهور السليماني، وولدها اللي كلكم غادي تتفقوا معايا فيه هو ايوب كريطه. واحد الشبه بيناتهم راه بزاف، وكنظن الشبه بيناتهم كاين حتى في التمثيل. هذاك المتحول كلشي قال الدور ديالو غادي يجي مع فيصل العزيزي حتى هو قيس الماء، ولكن قلت نبدل شويه بما انه حنا كندويو على سكويد جيم النسخه المغربيه، فبلاص ما نديرو متحول كيعرف يتقاتل وكذا، نديرو بنت عاديه كتبان كيوت وكذا ولكن تشدك تسلخك، وعاد نكتشفوا من بعد باللي كانت ديجا في العسكر. وهذا الدور غادي تلعبوا لنا فدوى طالب، حيت كنت تفرجت في واحد الدور لعباته في واحد الفيلم، الدور ديال اللي شا قدامها ما كترحموش. قولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. للمعلوميه انا ما مخرج ما ممثل، ما عنديش مع الكاستينغ وكذا، وكيجيوني افكار اللي كنبغي شي حد يطبقهم في الارض الواقع وما كنلقاش، فندير فيديو على هذا الموضوع، طريقه باش نشارك معكم هذه الافكار، يعني بلا ما يجي عندي واحد في التعليقات يقول لي اخويا خلي راك غير كتخوض، تدنو حنا غير ناشطين وماشطين وبخير. المهم نكملوا. الدور ديال طانوس كنت بغيت نعطيه لشي رابور بحال اللي وقع في المسلسل، حيت بين قوسين الممثل اللي لعب الدور ديال طانوس في الاصل راه رابور ماشي ممثل، ولكن قلت نبعد على هذه الفكره ونعطي هذا الدور لنبيل منصوري. انا عرفته غير مؤخرا في مسلسل الدم المشروق ولقيته واعر، السيد هربان ليه في التمثيل، كنت غادي نختار شي رابور يلعب هذا الدور كنت غادي نختار طوطو ولا حليوه. صاحب طانوس غادي يكون عبد الرحيم التميمي. علاش بالضبط هاد الجوج؟ حيت فيت شفت ليهم ادوار هما مبوقين، يعني كيتعاطاو وكذا. الناس غادي تفيق تلقى حياة حداك. الناس غتجيب لي حياة. هاد الناس غتفيق تلقى حداك. انا فقت الله فين هي حياة. وداك الشيء اللي باغي، حيت طانوس وصاحبه كيتعاطاو في المسلسل كامل، فكنظن غادي يجي معاهم هاد الادوار. الدور ديال مول كوسيم اللي كيلعب اللعبه الاولى كاع غادي يلعبوا لنا ربيع القاضي، غادي يبان حتى هو مهيب بحاله. خونا اللي خايف غير من راسو غادي يلعبوا لنا سعيد ايت باشا، غادي يجي معاه هاد الدور، حيت الاغلبيه الادوار اللي كيلعب كيكونوا كوميديين وما كيكونوش عندهم الشخصيه اللي قويه. الدور ديال ختنا اللي ما كيحملها حتى واحد، نورا السقلي ولا حسناء الطمطاوي، وكنظن حسناء الطمطاوي غادي تتقن الدور ديال الشر الصراحه. والدور ديال خونا اللي ما كيحملوا حد مول الرقم 100 غادي نعطيه لفؤاد سعد الله، كيشبه ليه في الشكل وتقريبا حتى في التمثيل. الدور ديال الجنديه مولات الاحمر خاصنا وحده اللي يجي معاها تكون قتاله بلا رحمه، فاطمه الزهراء بن ناصر، ماريا لالواز ومريم الزعيمي. وبالنسبه لي انا الدور غادي يجي مع مريم الزعيمي اكثر، حيت مريم الزعيمي اي دور عطيتيها تقدر تقنو، هي شابه باقا صغيره وعطاوها دور ديال الشرفه وتقناتو، فما نخافش عليها هنايا. والدور ديال الاب اللي باغا تعتقو خاصنا ممثل اللي يكون حنين وظريف مع الناس ومع بنته وكذا، يوسف الجندي او هشام الوالي او محسن مالزي. وكيف العاده نتوما تختاروا الممثل المناسب مع كل دور. الدور ديال صاحب البطل غادي يلعبوا لينا عادل ابا تراب، حتى هو غادي يكون ظريف ونوعا ما كيخاف، ولكن لو وقفتي عليه تلقاه، وبطبيعه الحال غادي يموت في الاخر. الدور ديال الدورة بغيت نقول البوليسي، خاصنا واحد اللي يكون كيبان واعر وكذا ولكن في نفس الوقت مكلخ والذكاء عنده نازل شويه، فاشبال لكم في ايوب ابو نصر. وصاحبه اللي مكلخ شويه غادي يكون سعد موفق، ثنائي كيبان ليا ناضي. القبطان خاصنا واحد اللي كيبان متعاون معاك ولكن مورا ظهرك يدير العجب،
بالنسبه لي انا سعيد باي قادر على هذا الدور. الرئيس الثاني كان ديما كيدير القناع، وفاش بان كلشي تصدم في الممثل اللي لعب داك الدور. بين قوسين اللي كيتفرج في الكيدراما بزاف غادي يفهمني اش كنقول. فداك الشيء علاش خاصنا حتى حنا ممثل مغربي اللي يدير لنا هذا الدور، واللي هو عزيز الحطاب. حيت جديجه كان دار نفس الدور في ماضي لا يموت، ديما كنا كنشوفوه وما عمرنا ما شفنا وجهه حتى الحلقه الاخيره عاد بان، ونيت كتجي معاه الدراما شويه. هاد الشخصيه اللي بقى حي حتى الجزء الثالث في اللعبه الاخرى عاد مات، غادي يجي معاه فتاح الغرباوي حتى هو قصير بحاله وتقريبا نفس التمثيل، حتى هو ديما خايف وكذا. وهاد الشخصيه واخا ماشي رئيسيه ولكن لعب دور مهم في اللعبه الاخرى. داكشي علاش خاص هاد الدور يلعبوا شي ممثل مغربي. وما عرفتش علاش طاح ليا في بالي القفل، بغيت نقصد احمد يرزيز. قولوا لي واش غادي يجي مع هاد الدور ولا لا؟ الدور ديال هاد الشخصيه اللي ماتت في اللعبه الاولى خاصنا وحده اللي تكون زعمه ما خايفه ما والو، وكنظن هاد الدور غادي يجي مع ابتسام عروسي. واخا غادي نظلموها شويه وغادي نعطيوها دور اللي قصير بزاف، ولكن ماشي مشكل. ودابا نرجعوا شويه للور ونمشيو للجزء الاول اللي فيه حتى هو شخصيات مهمين بحال خونا اللي ذكي وماكر، وبالنسبه لي انا من احسن الشخصيات في المسلسل كامل. فالدور ديالو غنعطيه لانس باز او لا امين الناجي، بجوجهم عندهم الكاريزما وبجوجهم يقدروا يبدعوا في هذا الدور. الدور ديال الرئيس الشارف غادي نعطيه لحسن فولان اللي غادي يجي معاه الدور ديال بصح. الدور ديال الهندي ولا الباكستاني اللي خاصنا واحد باكستاني يلعب لنا هذا الدور، لا 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 لا، غادي نديروا نفس البلان اللي درنا مع المتحول. في الباص ما نديروا خونا باكستاني جاي مهاجر لكوريا، غادي نديروا واحد افريقي جاي مهاجر للمغرب. يعني خاصنا ممثل مغربي اللي البشره ديالو سوداء يلعب لنا هذا الدور. كان طاح في بالي باسو، ولكن باسو كوميدي ما عمرني ما شفته في الدراما، وعيت ما نقلب حتى طحت في الممثل المناسب لهذا الدور، واللي هو زكريا تمالدو. مغربي مثل في بزاف الافلام، اشهرهم عبده في عهد الموحدين، وغادي يتقن الدور ديال واحد اللي ماشي مغربي. وقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. الدور ديال الدريه في الجزء الاول اللي بقات حتى الحلقه الاخرى غادي تلعبوا لينا نسرين الراضي. والدور ديال صاحبتها اللي بكينا عليها فاش ماتت غادي تلعبوا لينا زينب العالمي او العالمي. الدور ديال هاد ختنا من الجزء الاول خاصنا وحده هربان ليها، ولقيت الممثله اللي مناسبه لهاد الدور ديال بصح واللي هي سحر صديقي، حتى هي مفربله بحالها. والدور ديال خونا اللي دار فيها صعصع غنعطيه لعبد الرحيم النياري. الشبه بيناتهم راه بزاف، وكنظن الشبه بيناتهم حتى في التمثيل. باقي الدور ديال رئيس العصابه ديال الديون غادي نعطيه لعبد السلام البوحسيني، حيت خاصنا واحد اللي يبان قوي في الجزء الاول ويبان ضعيف في الجزء الثاني، وبالضبط في اللعبه اللي غادي يموت فيها. كنت غادي نعطيه هذا الدور لانس بسبوسي، ولكن ما غاديش يجي معاه الدور ديال واحد اللي ضعيف. وبهذا نكونوا كملنا كاع الممثلين. كاينين شخصيات اخرين ولكن ما عندهمش دور في القصه، وباش نساليو خاصنا نديروا مخرج مغربي لهذا المسلسل، واللي اختاريت انا علاء اكعبون. كيعرف يدير الاخراج للمسلسلات الدراميه، وبما ان اكعبون كيبغي يلعب دور بسيط في المسلسلات اللي كيخرج، فعطيته دور ديال هاد خونا اللي يبان في اللعبه الثانيه في الجزء الاخر، واللي كان كيحبس اللعابه باش ما يدوزوش. الدور اللي كان مهم في ديك اللحظه. كاينين بزاف الممثلين ما قدرش نزيدهم، واخا ممثلين واعرين بحال عزيز دداز اللي الاغلبيه كنشوفوه غير في الكوميديا، وتا الا كان في الدراما كنشوفوه في شخصيه اللي معصبه بحال كازانيغرا او لا ماضي لا يموت. وكاينه دنيا بوطازوت اللي عندها مع الدراما، ولكن اغلبيه كنشوفوها في الدراما العروبيه بحال في الدم المشروب، اولا رفيق بوبكر، طارق البخاري، سانديا تاج الدين، سلوى زهران، فاطمه خير، وبزاف اللي ما لقيتش فين نزيدهم. وانتم يا المشاهدين الا بان لكم شخصيه من سكويد جيم كتناسب واحد من هاد الممثلين قولوها لي في التعليقات لتحت. كاينه نافسه بن شهيده، يونس بن زاغور، ياسين احجام، عزيز دداس حتى هو، دريس الروخ، اللي ممكن نحطهم في بلاصه الناس ديال الفي اي بي، واخا ما كيبانوش بزاف ولكن عندهم دور مهم في القصه. وواخا حسيت ياسين احجام ما جاش معاه هذا الدور بزاف، ولكن ماشي مشكل يقدر يتاقلم. سالينا من الممثلين اجي نشوفوا الالعاب اللي غادي يلعبوا. بطبيعه الحال ما غاديش يلعبوا نفس الالعاب كما هما داروا العاب ديال كوريا وكذا في المسلسل، حتى حنا نديروا العاب مغربيه ديال الطفوله في المسلسل ديالنا. فمثلا اللعبه ديال خونا مول الكوسيم، في بلاصه ما تكون عنده ديك اللعيبه ديال بالاحمر والزرق غادي يكون عنده لي بوك غاديروني على قد عقلي. وتخيل دابا ربيع قاضي كيلعب لي بوك مع رشيد الوالي. ما كتضحك اكيد لي بوك غادي يكونوا رسميا يعني مصوبين لهذا المسلسل، ماشي واخد ليا وحدين مصور فيهم بنتين ولا اللعابه ديال المنتخب بحال هادو مثلا اللي فيهم مربع ولا دائره ولا مثلث. اولا نقدروا نديروا نجمه ديال المغرب ونديروها بجوج الالوان الغوز والخضر، ومول الكوستيم يطلب من البطل اش من لون يختار باش يلعب به. واللي ما كيعرفش كيفاش كتلعب لي بوك، كل واحد كيكونوا عنده اقراص صغار وكل واحد فيهم كيحط قرص واحد مقلوب، وخاصهم يقلبوا دوك الاقراص اللي حطوا بيديهم ولكن بلا ما يقيسوهم، يعني غير
غير بالهواء ولا بشي طريقه اللي يمكن يتقلبوا بلا ما تقيسهم، ولا تقلب من الاقراص كتاخذوا. في المسلسل نقدروا نديروا اللي يقلب الاقراص يربح الفلوس. دابا ندوزو لاول لعبه رسميه في المسلسل، اشاره حمراء اشاره خضراء اللي ضروري غادي نبدلوها. وعيت ما نفكر في شي لعبه اللي خاصها تكون هي الاولى وضروري خاصو يموتوا فيها بزاف الناس بحال اللي في المسلسل، فما لقيتش من غير قيام جلوس. لعبه اللي بسيطه وكلشي عارفها، حتى كيكتشفوا بلي القضيه فيها الموت. كما في المسلسل كنسمعوا الصوت ديال مونيكا، حتى هنا نديروا الصوت الدريه اللي تقول قيام ولا جلوس وكذا. وباش تصعب الامور الدريه غادي تولي تزرب، واللي غلط غادي يموت بقرطاسه. يعني اللعبه غادي تكون في ساحه كبيره بحال اللي في المسلسل. اللعبه الثانيه هي لعبه فرديه، كل واحد كيضرب على راسه. خاصنا شي حاجه بحال ديك الحلوه اللي في المسلسل. ما لقيتش شي حاجه كتكل عندنا هنايا ونقدروا نلعبوا بها، فقلبت ولقيت لعبه مناسبه واللي هي راس الخيط. كل واحد عنده كمشه ديال الخيط مشابكه، وهو خاصو يلقى الراس ديال الخيط في المده المطلوبه، والا سال الوقت وما لقاش الراس ديال الخيط. اللعبه الثالثه في المسلسل هي شد الحبل، يعني خاصنا لعبه جماعيه. ففكرت في لعبه قريعه اللي ما كعرفاش، كيكونوا جوج ديال الفراقي وكل فرقه كتكون من 3 الناس، وكل واحد فيهم لابس لون في شكل. نختاروا مثلا الاحمر والصفر والخضر، ونفس البلان مع الفرقه الثانيه. كتكون دائره وكيكونوا واقفين برا الدائره، وكتكون قريعه ولا اي حاجه وسط الدائره. ملي كيقول واحد مثلا اللون الاحمر، كتحركوا غير اللي لابسين الاحمر من كل فريق. الهدف هو يهز ديك القريعه ويجيبها للفريق ديالو، وخاصو يخرج من خط الدائره باش تحسب ليه. وإلا خديتيها وطاحت ليك صافي ما تحسبش ليك واخا تعاود تاخذها. حنا غادي ناخذوا هذه اللعبه وغادي نديروا عليها تعديلات، مثلا نديروا دائره اللي كبيره بزاف باش تطول المده ديال الجري والرجوع الى اخره. وفي بلاصه ما نديروا جوج فراقي غادي نديروا 3. ديك القريعه غادي تكون واحد القفه اللي صغيره على شكل كره، وغادي تكون عند اليد منين يشدوها باش تسهل عليهم. وداك القانون ديال الا طاحت لك تخسر نحيدوه، الا طاحت لك تقدر تعاود تهزها وتمشي بها، ولكن ممنوع تشد ديك القفه وتلوحها جهه الفريق ديالك. خاصك تهزها وتفوت بها خط الدائره، وباش يربح خاصو ياخذ ديك القفه 3 المرات. والالوان اللي غادي يلبسوا غادي يكونوا عباره عن جيليات نفس اللي لبسوا في ديك اللعبه ديال الجسر، غادي يكونوا بالالوان الاحمر والخضر والصفر. اللعبه الرابعه في المسلسل واللي هي البي، لعبه ثنائيه. هي اللعبه اللي كيكتشف فيها اللاعب اللي غادي يلعب ضد صاحبه. غادي نختاروا حنا لعبه الكارطه، كل جوج غادي يجلسوا قدام بعضياتهم، كل واحد فيهم عنده 4 الكارطات وما خاصهمش يشوفوا الكارطات اللي عندهم، كيكونوا قدامهم محطوطين مقلوبين. كل واحد فيهم يمد يديه ويجبد كارطه واحده من 4 الكارطات اللي محطوطين قدامهم. هادشي كامل وهما ما شايفينش الكارطات اللي هازين في يديهم. كيحسبوا 1 2 3 ويقلبوا الكارطات بجوج، واللي عنده رقم ديال الكارطه اعلى من الاخر كيربح. يعني مثلا واحد هز الكارطه لقاها رقم 2 والاخر هز الكارطه لقاها رقم 7، اذا مول رقم 7 هو اللي ربح. الا ربحتي 3 المرات كدوز وصاحبك. اللعبه الخامسه في المسلسل واللي هي الجسر. حتى حنا نديروا لعبتنا عاليه بزاف باش اللي طاح يموت، ولكن ماشي قنطره ديال الزجاج، ولكن غادي نديروا اله ديال الجري اولا طابي غولو. طابي غولو اللي كبيره من ناحيه الطول ولكن من ناحيه العرض كتسع لشخص واحد فقط، يعني ما يقدروش جوج يجريو حتى بعضياتهم. وهما كيجريو كتم جاي حبل قدامهم، الا كان الحبل تحت خاصهم ينقزوه، والا كان الحبل فوق خاصهم ينزلوا تحت منه. وباش تصعب الامور اللي وصلوا لواحد النقطه معينه في الطريق خاصهم يجبدوا الجباد اللي عندهم. هاد الجباد غادي يكونوا خداوه قبل ما يدخلوا اللعبه، وخاصهم يصيبوا به واحد الهدف كاين قدامهم. وبطبيعه الحال الا درتي شي غلط المسار ديالك هو كنحس براسي شيطان في هاد اللحظه والله. اللعبه السادسه والاخيره وهي اللي غادي يكون سميتها في سميه ديال المسلسل المغربي واللي هي الكاري. ياك لعبه الحبار كترسم في الارض، حتى الكاري كترسم في الارض. سميت المسلسل على سميه اللعبه الاخرى لعبه الحبار، يعني المسلسل ديالنا غادي تكون سميتو لعبه الكاري او الكاري جيم. في اللعبه غادي يكونوا جوج اللعابه اللي بقاو حتى اللعبه الاخرى، غادي يلعبوا حجره ورقه مقص شكون يبدا الاول. مثلا البطل هو اللي يبدا الاول، ان فوا يلعب البطل يوصل للمربع الاخر يقدر يبدا اللاعب الثاني باش يتلاقاو في الوسط ويعرقلوا بعضياتهم. وقبل ما تبدا اللعبه الاخرى غادي يكونوا تعشاو داك العشاء الفاخر، وغادي يكون بقى عندهم الموس من داك العشاء. وبطبيعه الحال اللعبه ما غاديش تكمل حتى الاخر، حيت غادي يتقاتلوا واللاعب الثاني غادي يموت وغادي يربح البطل ديالنا. وبهذا كيسالي الجزء الاول. اجي نشوفوا دابا الجزء الثاني، واول لعبه فيه هي نفسها اشاره خضراء اشاره حمراء، وحتى حنا غادي نخليوها نفس اللعبه اللي اختارينا واللي هي قيام جلوس. اللعبه الثانيه في الجزء الثاني هي 6 ارجل، لعبه جماعيه فيها فراقي وكل فرقه فيها 5 لاعبين.
في المسلسل هي لعبه كتكون من 5 اللعاب صغار. حنا غادي نحيدوا هذا البلان وغادي نديروا لعبه عاديه حتى هي لعبه جماعيه وفيها 5 لاعبين. غادي تكون ساحه كبيره وغادي يكونوا كاع الفراقين جالسين في الارض على شكل دائره. كل لاعب عنده سوار في يده شاعل بالاخضر. غادي يلعبوا لعبات ديال 1 2 3 4 بوم. لعبه ديال 5 الناس كيكونوا جالسين على شكل دائره وكيحطوا يديهم على يدين بعضياتهم، وكل واحد كيجي عنده الدور كيقول رقم، مثلا 1 2 3 4، واللي كيجي فيه رقم 5 كيقول بوم وخاصو يضرب يد صاحبه 2 المرات وكيكملوا 6 7 8 9 وفي 10 كيقول بوم وكيضرب عاوتاني يد صاحبه 2 المرات. وهي غاده مع 15 20 25 الى ما لا نهايه. الا غلط واحد فيهم غلط كيولي داك السوار اللي على يديه باللون البرتقالي او الليموني، والا غلط مره ثانيه كيولي اللون السوار باللون الاحمر وكتقصى يعني كيموت. ما بين 5 الناس في كل فرقه غادي يموتوا 3، يعني كل فرقه غادي يربحوا فيها 2 الناس يدوزوا اللعبه الجايه. اللعبه الثالثه في المسلسل هي لعبه جماعيه. حنا درنا لعبه مختلفه تماما ولكن حتى هي جماعيه او بالاصح ثنائيه. لعبه سميتها الهاتف اللاسلكي، نفس الكونسيبت ديال التليفون اللي كنا كنصوبوا شحال هادي، 2 كيسان بلاستيك والخيط بيناتهم. غادي يكون لاعب في بلاصه وصاحبه في بلاصه اخرى وما كيشوفوش بعضياتهم، وعندهم داك التليفون خاصهم يديروا منه. المشكله في داك التليفون فيه تخرشيش، يعني الصوت ما كيوصلش واضح، يعني ما كيسمعوش بعضياتهم مزيان. الهدف من اللعبه هو اللاعب الاول خاصو يحل واحد اللغز ويستخرج واحد الارقام ولا الاعداد ويعطيهم لصاحبه بداك التليفون، وصاحبه غادي تكون عنده واحد السبوره خاصو ياخذ دوك الارقام ويدير لهم عمليه حسابيه ويجمعهم، والمجموع خاصو يقولوا للجندي اللي غادي يكون معاه. الا كان صحيح ربحوا، والا كان غلط عندهم فرصه اخرى باش يتداركوا الموضوع. كاين توقيت، والا سال التوقيت وهما باقي ما ربحوش غادي يموتوا. وبهذا كيكون الجزء الثاني سهل. الجزء الثالث كيبدا باللعبه الاولى واللي هي غميضه، ولكن بشكل اخر، زعما واحد كيتخبى والاخر يلقاه كيقتلو. حتى حنا غادي نخليو نفس الكونسيبت ولكن غادي نبدلو شويه، غادي نديرو متاهه وخاصهم يتخباو في ظرف 30 ثانيه. ان فوا يسالي الوقت غادي تبدا مونيكا او دميه كتحرك في المتاهه، واللي لقاتو غادي تقتلو. باش نصعبوا الامور غادي يكون الضوء كيطفى وكيشعل، والمونيكا كتحرك غير الا كان الضوء طافي. غادي يبدا التوتر عند اللاعبين ملي يطفى الضوء ويبداو يسمعون الصوت ديال الخطوات ديال المونيكا جايه. اللاعب باش يربح خاصو يلقى المخرج او لا يسالي الوقت المحدد وهو باقي حي. اللعبه الثانيه واللي هي الحبل اللي كينقزو فوقو، غادي نديرو حنا لعبه اللي معقده شويه وشحال وانا كنفكر كيفاش نخليها صعيبه. اللعبه هي الباركور. الباركور هو تنقز من بلاصه لبلاصه وتطلع في شي سلالم ولا تزحف في شي بلايص او لا تدوز من البلايص اللي مضيقين الى اخره، وهذا الشيء كامل كيكون عالي على سطح الارض، يعني الا غلطتي ولا شي حاجه كطيح وكتموت. وكيف العاده باش نصعبوا الامور غادي نديروا واحد البطاقات. اللاعب قبل ما يدخل لهذا الباركور غادي يختار 3 البطاقات من اصل 15 بطاقه. هاد ال 15 بطاقه مقسمه 3 الاقسام: بطاقات مساعده يعني كتعاونك في هذا الباركور، بطاقات اعاقه يعني كيعرقلوك في هذا الباركور، وبطاقات تحدي يعني غادي يفرضوا عليك دير شي تحدي وسط هذا الباركور. بطاقات غادي يكون التصميم ديالهم مستوحى من الكارطه المغربيه. عطيت لشات جي بي تي تصاور ديال الكارطه وقلت ليه يصمم لي كارطه خاويه من الوسط وبنفس التصميم ديال الكارطه المغربيه، خاويه من الوسط باش نقدر نكتب فيها اللي بغيت. وعطاني هذه النتيجه اللي واعره وعجبتني بزاف. وجاتني فكره ان البطاقات ديال الاعاقه يكون هنا بالاحمر، والبطاقات المساعده يكون نفس الشكل غير في بلاصه الاحمر يكون الاخضر، والبطاقات المساعده يكون اللون الصفر. ولكن شات جي بي تي هرب لي شويه ورد لي كلشي باللون الخضر، واخا هكاك عجبتني النتيجه وانا نقول ليه صافي قاد لي كلشي بالاحمر وكلشي بالصفر. دابا جا وقت باش نعمروا هاد البطاقات. قدرت تلقى 5 المساعدات واللي هما سبرديله كتمكنك تجري افضل وبسرعه، سكيب او لا تجاوز كتمكن لك تجاوز مرحله واحده من اختيارك، سترة حمايه كتحميك من الخدوش او الضرابي، حبل كيعاونك الى تحتي تقدر تعاود ترجع ولكن كتستعمله مره واحده فقط، وخامسا خريطه ديال الباركور من الفوق يعني تعاونك باش تعرف البلايص اللي غادي تدوز منهم. وقدرت نلقى 5 الاعاقات واللي هما الاوزان، يعني غتكون هاز شكاره عامره بالاوزان والثقل، حفيان وغادي غتصعب لك الامور حيت كاينه مرحله الارض كتكون فيها الماء والصابون، الصداع كتلبس كاسك اولا سماعات كيكون فيهم الصوت ديال الرنين اللي كيضرب في الراس، شوفه مضببه كتلبس نظاظر اللي ما كيبينوش مزيان، وخامسا تعطال يعني كتبدا الباركور معطل، كيبداو اللاعبين وتا كدوز 15 ثانيه عاد كتبدا انت. واخيرا بطاقه التحدي، كاين العمى شي مرحله من المراحل كدوزهم وانت مغطي عينيك، كاين البيضه كدوز الباركور كامل وانت هاز واحد البيضه وما خصكش تهرسها،
كاين الوقت، وقتك كينقص ب 90 ثانيه، كاين اعاده يعني بزمنك خاصك تعاود شي مرحله من المراحل، واخيرا كاين السوارت وهو اصعب التحدي حيت كتبزز على الواحد ملي يكون كيلعب خاصو يجمع 5 السوارت. الصعوبه فين كاينه هي انه السوارت كيكونوا في شي بلايص اللي ماشي بالضروره دوز منهم. للمعلوميه هادشي كامل كاين غير في لعبه وحده. ندوزو للعبه الثالثه والاخيره في الجزء الثالث اولا في المسلسل كامل، واللي هي كانت دوك 3 المنصات العاليين، واللاعبين خاصهم يلوحوا واحد ولا اكثر باش يدوزوا للمرحله الثانيه. وبما ان اللعبه القانون ديالها هو ضروري اللاعبين يقتلوا بعضياتهم، حتى حنا درنا اللعبه بحال هكا، بدلنا اللعبه بمحسن الصراحه، واللي هي راشون روليت اولا الروليت الروسي، نفس اللعبه اللي لعبها البطل مع مول كوستيم، غير هنا غادي يكونوا باقيين 7 اللاعبين. اللعبه غادي تكون مهيبه ومناسبه تكون هي اللعبه الاخرى في المسلسل، حيث غادي تكون غرفه كبيره فيها اضاءه اللي خافته وهادئه، محطوط في وسط الغرفه طابله دائريه كبيره، واللاعبين غادي يكونوا لابسين كوستيمات من العشاء اللي تعشاو قبل ما يجيو للعبه. داكشي علاش غادي يكونوا مهيبين مع اللعبه اللي غادي يلعبوا. قانون اللعبه هو كل لاعب غادي يجلس في الطابله وغادي يكون عنده سلاح. السلاح فيه 8 القرطاسات، 7 خاويين ووحده اللي عامره. غادي يجي الدور واحد بواحد وغادي يهز السلاح ويحطو على راسو ويطلق. اللعبه كتبقى حظ انت وزهرك، واش غادي تجيك طلقه خاويه ولا غادي تجيك. وكما عارفين في المسلسل البطل كينتحر والدريه هي اللي كتربح. داكشي اللي غادي يوقع في هذه اللعبه، غادي يبقى غير البطل والدريه غادي يهز السلاح، يا غادي يطلق على الدريه ويقتلها ويربح هو، اولا غادي يطلق على راسو، وبطبيعه الحال غادي يضحي براسو باش الدريه تبقى حيه. وبهذا كيكون المسلسل سهله. الا بغيت ندير فيديو نعاود المسلسل كامل من الزيرو، الاحداث، السيناريو، علاش لا الالعاب، الدراما، التشويق، الحزن، مهم كل شيء، خبروني في التعليقات وانا غنحاول نديرها. علاش لا؟ كما قلت لكم انا ما عندي حتى علاقه مع الاخراج والانتاج وكذا، انا فقط مشاهد كيعجبني هذا الدومين ديال الافلام والسيريات، وكنبغي نجرب نحط شي افكار من عندي فقط لا غير. يعني الا شفتي شي فكره حامضه هانتوما عرفتوا علاش. ندوزو دابا الفقره اللي من الصباح وانا كنتسناها، واللي هي فقره اللي بسيطه نوعا ما، واللي هي نقادو بوستر خاص بهذا المسلسل. علاش انا كنتسنى هذه الفقره؟ حتى انا كيعجبني التصميم والديزاين الى اخره. بما اننا بغينا نقادو بوستر لهذا المسلسل، صعيب نديرو ممثلين كيجريو مثلا في البوستر، حيت ما عندناش صور واضحه باش نقادو هذا البلان. قلت ندير غير ممثل واحد واللي هو رشيد الوالي، بحال البوستر ديال الجزء الثالث. فعطيت لشات جي بي تي تصاور واضحين ديال رشيد الوالي، وقلت ليه قاد لي تصويره وحده ديال رشيد الوالي وهو واقف قدام الكاميرا وكيشوف فيها النظره ديال الانتقام. وعطاني هذه اللي كلشي فيها ناضي الا الملامح اللي ما صرعمش مزيان. عطيته فرصه اخرى وعاد مازال كفسها. لعبه الحبابر وطفاك. قلت صافي غادي نستغني على هذه الفكره وغادي ندير بحال البوستر الاول ديال الجزء الثالث، ندير غير جوج مونيكات لابسين شي لباس مغربي بحال هكاك وصافي. فكيف العاده دخلت لشات جي بي تي عاوتاني وقلت ليه يعطيني التصويره ديال البوستر مسلسل لعبه الحبار كان مغربي، وشرطت عليه يكونوا فيه جوج مونيكات، وهذه هي النتيجه زوينه. ولكن ضروري غادي يكونوا عليها شي تعديلات، بحال ديك لعبه الجبار غادي تحيد. قلت لشات جي بي تي حيد لي داك الظلام ويرد لي التصويره مشرقه وفيها الضوء. غير هو لاحظت باللي هادو ماشي مونيكات، هادو دراري صغار. قلت ليه بغيتهم يكونوا مونيكات نيت. بوستر ديال شي رسوم هذا ماشي مسلسل. قلت ليه المونيكات بغيتهم يبانوا بلاستيكيين اكثر، ويرجع لي داك المربع والدائره وكذا اللي كانوا في الحيط. ردهم لي فضائيين. قلت ليه بلاستيكيين باللون ديال البشره، وهذه هي النتيجه. احسن نتيجه وصلنا لها هي هذه. بقى تفصيل واحد بسيط وهو في الحيط كاين غير دائره ومثلثات، المربع ما كاينش. قلت لشات جي بي تي وقلت بلي ما غاديش يقدر يقادها بداك الشيء اللي بغيت، ولكن الخوت صدمني، دار داك الشيء اللي قلت ليه وعاد ما زاد حسن الصوره ووضح اكثر. ودابا هذه هي النتيجه النهائيه. بقى غير تفاصيل غنزيدهم انا يدويا. اول حاجه زدنا العنوان، اللوغو ديال نتفليكس والاتاويش، زعما المسلسل غادي يتلاح في 2030 الى اخره. خدمت على سميه المسلسل بكثر من اللون باش نتوما تختاروا اش من ستيل عجبكم، بالعنيدات الاخضر والاحمر زعما المسلسل المغربي وكذا. وهذا هو البوستر او النتيجه النهائيه، وكنتمنى تعجبكم. وما ننساوش بطبيعه الحال البوستر بالنسخه العربيه، وتا هو درت ليه بزاف الالوان باش تختاروا نتوما اللي عجبكم اعزائي المشاهدين. المسلسل الاصلي ما كيكونش عنده غير بوستر واحد، كيكون عنده اكثر من بوستر. داكشي علاش بالزربه قلت لشات جي بي تي صاوب بوستر جديد خاص بسكويد جيم كان مغربي.
وقلت ليه يزيد دوك الجنود في بوستر، وعطاني هذه اللي غادي نزيد ليها العنوان والتاريخ وندير حتى النسخه العربيه ديالها. وبهذا نكونوا كملنا كل شيء، الممثلين، الالعاب، وحتى من البوستر درناه. كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم في هذا الشيء كامل تحت في التعليقات. والا بغيتوا الجزء الثاني ديال الفيديو فين نقدر نقاد سيناريو وندير احداث جديده في النسخه المغربيه ديال سكويد جيم، خبروني لتحت في التعليقات. ما تنسوش لايك وسبسكرايب على هذا المجهود اللي درت في هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.